أهلا بكم متابعيني الكرام في قناتكم قصص واقعية. قصصنا دايما من قلب الواقع، ناس فتحت لنا قلبها وحكت لنا أسرار وحكايات فيها وجع وفيها عبرة كبيرة لكل واحد فينا. وقصة النهارده من القصص اللي بجده تخلي أي حد يسمعها يعيد حساباته في طريقة تعامله مع أهله وكبار السن. صاحبة قصتنا بتقول: أنا شفت حاجات من سلفي مع حماية ما أنتش أتخيل إن في بشر يعملوها، لكن اللي حصل بعد كده كان معجزة حقيقية. يلا بينا نبدأ القصص. أنا اسمي دعاء، معي كلية تجارة، وتجاوزت جواز صالونات من شاب محترم جدا اسمه سامح. كان متعلم وهادي وابن ناس، والحقيقة من أول يوم ارتحت له جدا. بعد الخطوبة بكام شهر اتجوزنا، وبدأت حياتي الجديدة في بيت عائلة كبير مكون من 4 أدوار. سمايا كان ساكن في الدور الأرضي لوحده، أما أولاده 3 فكل واحد في شقته. سماتي كانت متوفية من سنين، وحمايا كان راجل كبير عنده حوالي 65 سنة وتعبان جدا. كان عنده رعشة شديدة في يده بسبب جلطة قديمة، وكم كان بيعاني من السكر والضغط، وأوقات كتير ما كانش بيتحكم في نفسه من شدة المرض وكبر السن. دوزية قال لي يومها: بس يا دعاء، إحنا 3 أخوات متقسمين خدمة بابا، وكل يوم مرات واحد فينا تنزل تقعد معه وتهتم بأكله ودواه. قلت له فورا: أكيد طبعا، جهزي بابا بالضبط. وبالفعل بدأ النظام ده. كل يوم واحدة مننا تنزل تقضي اليوم كله مع حماية، تحضر له الأكل، تنظف البيت، تديه دواه، وتفضل معاده لحد بالليل. في البداية كانت فأكرة إن سلفي بيهتم به فعلا، لكن مع الأيام بدأت أشوف حاجات صدمتني. في يوم نزلت بدري شوية قبل دوري، وسمعت السلفة الكبيرة بتزعق لحماية بطريقة بشعة. كانت بتقول له: أنا كل شوية توقع الأكل على الأرض، هو أنا ناقصة كرف؟ والراجل المسكين كان بيترعش وبيقول: والله يا بنتي غصب عني، أيدي مش ثابتة. لكنها فضلت تهينه وتزعق له بطريقة كسرت قلبي. وفي مرة تونية سمعت سلفتي الوسطانية بتقوله: استنى لما أفضى، مش كل شوية جعان جعان. وكان راجل كبير مريض قاعد مستني لقمة يأكلها علشان يأخذ علاج السكري. وقتها قلبي وجعني جدا، لكن ما حبيتش أعمل مشاكل أو أتكلم مع جوزي على شأن ما أبك أو سبب فتنة بين الإخوات. ولما جاء دوري، قررت أعامل الراجل ده زي أبوي بالضبط. نزلت له الصبح، عملت فطار خفيف، وحضرت له دواه بنفسي. دخلت عليه وقلت: صباح الخير يا بابا، يلا نفطر. بس لي باستغراب وكأنه مش متعود حد يكلمه بالخنية دي. قال لي: بجد يا بنتي عاملة كل ده عشاني؟ قلت له بابتسامة: طبعا يا بابا، أنا تؤمر. ومن اليوم ده بدأت علاقتي بحماية تتغير تماما. كانت أنظم له العلاج بالمواعيد، وأجهز له هدامه، وأساعده يأكل لما أيده تتعب. ولو وقع منه الأكل كانت أنظف وأقوله: ولا يهمك يا بابا، حصل خير. أما هو فكان يبسلي بدموع ويقول: ربنا يكرمك يا بنتي. وفي يوم حصل موقف عمره ما هينساه قلبي. دخلت أوضته لقيته متوتر جدا وخائف، لأن السرير كان متوسخ بسبب إنه ما قدرش يتحكم في نفسه بالليل. فضل يعتذر وهو شبه طفل صغير: والله غصب عني يا بنتي. وقتها حسيت إني هايت. قلت له: يا بابا ما تقول كده، دي هي نتزي والدي. وساعدته يدخل الحمام، وغيرت الملاية، ونظفت كل حاجة من غير ما أحسسه بأي إحراج. ومن اليوم ده الراجل تغير تماما. بقي يضحك ويهزر، ويقعد يحكي لي عن شبابه وأيام كفاشه. اكتشفت إنه كان راجل مثقف جدا، وكان مدير إدارة تعليمية قبل المعاش. كان حافظ قرآن، وصوته جميل جدا وهو بيقرأ. وبقينا كل يوم نصلي الفجر سوى أنا ودوزي وهو. حسيت إن البيت دخلته بركة غريبة. بعد فترة قلت لجوزي:
إيه رأيك نخلي بابا يعيش معنا فوقه بدل الوحدة اللي هو فيها؟ فرح جدا بالفكرة، وطلعنا أوضة الأطفال جهزنا لها علشان يعيش فيها. ومن يومها والله حياتنا كلها اتغيرت للأحسن. حماية بقي مبسوط، وصحته النفسية أتحسنت جدا. حتى رعشة اللي كانت في يده خفت شوي، أما سلايفين ولا كأن الرادل موجود أصلا، ولا واحدة فيهم كانت تطلع تسأل عليه حتى بكوباية شاي. لكن أنا كانت بقولي أنا بعمل ديه لوجه الله. بعد فترة ربنا رزقني بولد جميل، وحسيت إن الخير دخل حياتي بشكل غريب. شماية كان متعلق بابني جدا، ويقعد يلعب معه بالساعات علشان يريحني، وكان دايما يدعي لي ربنا يرضى عنك زي ما رضيت يا عليا. لكن أكبر اختبار لي كان بعد كده. في يوم حسيت بألم شديد في صدري، واكتشفت وجود ورم كبير. رحت للدكتور، وبعد الكشف قال بنسبة كبيرة جدا إن الورم شكله خبيث. وقتها الدنيا اسودت في وشي. رجعت البيت منهارة، وفضلت أعيط طول الليل. لكن اللي عمري ما هنساه هو موقف حماية. في ليلة صحيت لقيته بيصلي قيام الليل، ورافع يده للسماء وبيعت. كان بيقول: يا ربي أشفيها، دي بنتي اللي خدمتني وكرمني، يا ربي متحودنيش لحد بعدها. والله العظيم وأنا سامعه حسيت إن دعوة طالعة من قلب صادق. بعدها عملت تحاليل واستنيت النتيجة وأنا مرعوبة. وبعد 15 يوم رحت أنا ودوزي وحماية للدكتور. الدكتور فتح التحاليل وسكت شوية، وبعدها قال: سبحان الله، الورم طلع كيس دهني بسيط جدا ومش خبيث. أنا وقتها انهارت من البكاء. حسيت إن ربنا نجاني بسبب دعوة راجل كبير مكسور كانت بحاول أرضيه. ورجعت البيت وأنا حاسة إن ربنا بعث لي رسالة واضحة: ارحموا كبار السن يرحمكم الله. ومن يومها وأنا مؤمنة إن أي خير بتعليه في إنسان ضعيف أو كبير في السن بيرجع لك أضعاف. الفم مش عدو، الهم أب تاني، والدنيا دوارة. زي ما هتعامليهم هيجي يوم ويتعامل بيكي. ودي كانت قصتي. قولوا لي رأيكم، وهل فعلا دعوة الكبير المظلوم ممكن أن تغير حياة إنسان بالكامل؟ ومتنسوش السوشيال اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.